بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة، وسيارة سوزوكي طبعا تعرضت لحادث. طبعا العربية دي مغيرة النص الخلفي. الكشف على العربية تبين ان العربية مغيرة النص الخلفي وشغل في القوايم الخلفية زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طبعا المعرض اللي بيبيع العربية على اساس العربية سليمة، لكن للأسف الشديد طلعت العربية مغيرة نص خلفي. طبعا احنا نرفع العربية برضو وهنشوف برضو القطعية موجودة فين. طبعا هي موجودة هنا في القوائم الخلفية، والهدف طبعا زي ما احنا قلنا ان الوسائل التوعية اللي احنا بنقولها كل يوم، بنقدم رسائل جديدة وبنقول يا جماعة اكشف على العربية في اي مكان يعجبك، اي مكان يبقى فيه ثقة بالنسبة لك. تكشف على العربية بتاعتك على اساس انك انت ما تلبسش في عربية وتكون مغيرة نص وما تعرفش ترخصها، لان العربية اللي معانا هيقابلها مشاكل كتيرة في التراخيص، هيبقى صعب جدا ترخيصها. ممكن ترخص وممكن ما ترخصش على حسب اللجنة الفنية لما هي بتحدد الكلام ده. طبعا احنا نضطر كده بعد كده نرفع العربية عشان نشوف المشكلة اللي موجودة فيها اسفل السيارة في تركيب النص الخلفي. موجود معانا، هنشوف كده مع بعض. عربية سوزوكي ياباني مغيرة نص خلفي زي ما احنا شايفين. الشغل موجود هنا تحت ايدينا، مكان تركيب النص الخلفي واضح وظاهر. سوزوكي ياباني مغيرة نص خلفي. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينة نصر. ليس لنا فروع أخرى أو أسماء أخرى أو أرقام أخرى. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.